لو مش بنخس طول السنه هنخس في رمضان. في الفيديو ده انا هجمع لكم كل المعلومات اللي ليها علاقه بالزياده في البطن والمنطقه دي كده كلها، فركزوا معايا كويس قوي. حضروا لي فنجان قهوه وتمره ويلا بينا. صيام رمضان يا جماعه، هنصوم رمضان فبجد لازم نستغله. احنا صايمين حوالي 14 15 16 ساعه، فبجد لازم نستغل رمضان وننسف بطننا. يعني انتوا لو ركزتوا كده هتعملوا ايه؟ حرفيا انت هتطلع من رمضان فلات. مشاكل البطن كلها بتتلخص في 4 حاجات. اول حاجه وهي مشكله القولون. معظم الناس بتعاني من القولون وسايبينه، انا مش فاهمه سايبينه ليه، بس هما سايبينه. طيب رقم 2 وهي مشكله الدهون اللي بتبقى تحت الجلد او الدهون الحشويه. دي بتضعف العضلات وبتخلي فيه بروز كبير قوي في حجم البطن، وساعات تبقى البطن نازله كمان لتحت. طيب رقم 3 ارتخاء العضلات، ودي انا بجد مش فاهمه الناس ما بتتمرنش ليه. هشرح لكم كل ده بالتفصيل برضو. رقم 4 وهي الجلد اللي من بره، ساعات بيبقى فيه احتباس للميه، وده بيؤدي لترهل في الجلد او ارتخاء الجلد قوي، فبرضو بيؤدي لبروز البطن. يجي بقى الرقم 1 وهي مشكله القولون. ركزوا معايا بقى في النقطه دي. مشكله القولون ان انا بتعمل بروز حتى لو انا عامل اللي عليا قوي. يعني ممكن اكون بتمرن، وممكن اكون بشرب ميه كتير، وممكن اكون مظبط اكلي، وكمان عامل كل حاجه، بس يبقى عندي قولون ومسبب بروز كده في البطن، وتقول انا بتمرن وبعمل كل اللي عليا بس انا عندي بطن، طب اعمل ايه؟ تبقى متضايق. فانت بجد لازم تعرف ايه سبب القولون اللي عندك وتحل المشكله دي. بيجي مثلا ناس تبقى عندها امساك طول الوقت، طب ما نحل موضوع الامساك ده. طيب نيجي بقى للنقطة التانية، مثلا حد عنده انتفاخ طول الوقت وغازات طول الوقت، يقولك بقى انا مش هاكل فول اصلا انا عندي قولون، ويضرب 3-4 رغيفة بالجبنة. طب ما الكربوهيدرات اللي انت ضربتها دي، ما هي دي اساس النفخة اللي انت فيها. فخدوا بالكم كده من حاجات معينة بجد هتفرق معاكم جدا. يبقى هروح للدكتور واعرف القولون اللي عندي سببه ايه، وايه الاكل بالظبط اللي اخلي بالي منه كويس قوي. يبقى كده حاجة اشرب ميه كتير، لازم اشرب ميه كتير، ده بجد هيفرق معاك. لو انت عندك قولون هيفرق معاك جدا. هنيجي بقى كده لتركه جامده جدا. هتيجي مثلا كل يوم بالليل هتعمل مساج للجزء اللي هو بطنك السفليه دي، اللي هي اللور كور. حاول ان انت يوميا تعمل كده مساج عميق لجوه يوميا، بجد هيفرق معاكم جدا. رقم 2 وهو مشكله الدهون. عندنا نوعين كده من الدهون، دهون بتبقى تحت الجلد ودهون تانية بتبقى حشوية في الأعضاء من جوه. سواء كان ده أو ده، بجد هي حلها ومفتاحها الوحيد هو الكارديو. اجروا، اتحركوا، بجد لازم نعمل كارديو كتير. وأبسطهم وأحلاهم هو إن أنا أمشي يا إما خطوة سريعة يا إما أجري. اجروا بس. هنجري بقى 15 دقيقة، نزود بعد كده تلت ساعة، نزودها بعد كده نص ساعة، يا رب تكون ساعة، بس نجري ونتحرك. بجد هو المفتاح الوحيد هو الكارديو، الجري. رقم 3 وهي ارتخاء العضلات. معظم الناس مش بتتمرن، وبجد مش فاهمة ايه السبب اللي مخليكم لحد دلوقتي مش بتتمرنوا. اتكلمنا كتير قوي في النقطة دي، لازم تتمرنوا يا جماعة. ربنا خلق لنا حاجة كده قمر وهي عضلات البطن. معظم الناس بتروح تجيب كرسي، ودلوقتي سبحان الله بقى الرجاله كمان بقت تجيب كرسي وتلبسه علشان يشدوا المنطقه دي ويبانوا ان هم فلات وبتاع. طب ما عندكم حاجه حلوه قوي وهي عضلاتنا، ممكن نشتغل عليها. دي اقوى كرسي في الدنيا، يعني اقوى كرسي. فاظبط عضلاتك، اتمرنوا. هقول لكم كده على 3 تمارين حرفيا قمر، هيخفلكوا كل حاجه في الجزء ده وهيشدوا جدا الكرسي بتاع البطن اللي هي عضلاتنا. اول تمرينه وهي stomach vacuum exercise، ودي بجد تمرينه قمر. هقول لكم كده ازاي تعملوها حلو. يعني اول حاجه انا باخد نفس كويس قوي وبخرج نفسي. بعد ما ظبطت نفسي خالص اشفط بطني للاخر لحد ما احس ان بطني دخلت ورا في سلسله ظهري. افضل شافط جدا. ده بصوا بجد هيخلي وسطكم قد كده، بس نحافظ عليه.
هشفط كده مثلا 10 ثواني، قدرت لحد 15 ثانية، 30 ثانية، على حسب قدرتك قد ايه اول مرة، وبعدها كل مرة تحاول تزود. نعمل التمرين ده مثلا 10 مرات او 15 مرة في اليوم، ونكرره يوميا، ده يوميا تكرروه. التمرينة التانية وهي سيت ابس. السيت ابس دي برضو عظمة جدا وسهلة جدا، واي حد ممكن يعملها، وفي فيديو انا كنت منزلاه عن كذا تمرينة للكور، منهم كانت السيت ابس. السيت ابس انا لما اجي اعملها احاول على قد ما اقدر اضغط على عضلات بطني، يعني احاول اقتب، عارفين التقتيبة؟ اقتبه وانتوا بتعملوها. انا ببقى نايمة وتانية رجلي، وبقوم نص قومة احاول وانا بقوم اضغط على عضلات البطن، اقتب وانا بعملها. طيب التمرين الثالث وهو ني ريزس او كرانشي ريزس او كرانشي كيكس، ايا كان الاسم بتاعه، هو ان انا ببقى نايم وبتني الركبتين على بطني كويس قوي، ارفع الحوض لفوق. لما انا باجي ارفع الحوض لفوق انا بشغل العضلات السفليه اللي هي من تحت، والتمرين ده برضو مهم جدا. طيب احنا نعمل التمرين ده او السيت ابس الاتنين، نعملهم 10 عدات في الاول 3 مرات، يعني هعملهم 10 في 3 واكررهم يوم بعد يوم، ما اعملهمش كل يوم، لكن اول تمرين انا بعمله يوميا. رقم 4 وهي مشكلة الجلد. مشكلة الجلد انا بيبقى عندي احتباس مية، هي اللي بتخلي الجلد من بره مترهل وطالع زياده قوي، مخليه فيه بروز في البطن، ودي سببها احتباس الميه زي ما قلت لكم. طيب احتباس الميه دي بيبقى سببها ايه بقى؟ سببها ان انا باكل املاح كتير زياده عن الطبيعي، فبيبقى الصوديوم عالي قوي في جسمك، فبيؤدي لاحتباس ميه. الحل ايه بقى؟ الحل طبيعي، ان احنا نبطل ملح، نقلل المخللات اللي كل شويه بناكلها، طبعا الحاجات التانية انتوا عارفينها بقى، اللي هو رنجة بقى والكلام ده، نقلل الكلام ده خلاص، ونشرب ميه كتير، يعني الميه بتاعتي ما تقلش عن 3 لتر في اليوم. طيب ايه الحاجه التانية اللي ممكن اعملها؟ ان انا اكل موز، حاجات فيها بوتاسيوم. طبعا العظمه هي الموز، من اكتر الحاجات الغنيه جدا بالبوتاسيوم هي الموز، وبرده الطماطم حلوه جدا. الحاجه التانية اللي برده بتسبب لي احتباس ميه وهي الكارثه الكبيره، الكربوهيدرات. هتاكلوا بقى حلويات بقى في رمضان وكربوهيدرات كتيره، برده هتحبس لكم الميه. بصوا يا جماعه، الكربوهيدرات من الكوارث. ليه؟ انا لما باجي اخد حاجه فيها نشويات، اللي بيحصل ان انا الانسولين بتاعي بيعلى جدا. العلو ده بتاع الانسولين بيسحب ميه كتيره جدا جدا علشان الانسولين يتظبط، فالميه الكتيره دي اللي بتتسحب بتتخزن للاسف. فبجد لازم نخلي بالنا من الكارثه الكبيره اللي هي الكربوهيدرات. يا ريت ناخد الكميه المناسبه لجسمنا، يعني ما اقعدش اكل في سمبوسك وجلاش وعيش، لا يا جماعه، احنا ناخد النسبه المناسبه لجسمك. يعني سواء كان انت حد بتخس، سواء كان انت حد بتزود وزن، في كلا الحالتين انت ليك نسبه معينه من الكربوهيدرات، فانت ركز قوي ايه النسبه اللي جسمك محتاجها وهي دي اللي تاخدها، ما تعلاش عن كده. يبقى احنا كده اتكلمنا عن ال4 مشاكل اللي بتخلي في منطقه البطن كبيره، سواء كان من القولون، سواء كان من الجلد، سواء كان من العضلات، سواء كان من الدهون. احنا كده لمينا كل حاجه تخص البطن، فاتمنى منكم ان انتوا تعرفوا المشكله ايه وتحلوها، واظن كده ان انا بسطتها لكم تماما. فحلوا المشكله. في اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتس تحت، هستنى منكم تقولوا لي رايكم وعملتوا ايه. هقرا كومنتاتكم كلها وهرد عليها، مستنياكم. باي باي.